السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يوسف الجبوري يحييكم من قناة افكس ميديا مع دورة تعلم برنامج الافتر افكت. وعندنا ان شاء الله اليوم الدرس الرابع وهو شرح التولز. اول اداة عندنا هي سيلكشن تول، واختصارها من الكيبورد حرف في وراح نختارها من شريط الادوات موجود عندنا فوق، ونقدر نحرك العنصر الموجود عندنا. هذه هي الاداة، وهكذا يتم تحريك العنصر. حتى لو كان عندنا اكثر من عنصر نقدر احنا نحركه ونختار اي واحد من عندنا. ثاني اداة عندنا هي الهاند تول، واختصارها من الكيبورد وهو حرف اتش. هذه هي الهاند تول. الهاند تول شغلها هي تحرك الورك اللي احنا جايين نشتغل عليه. مثل ما تشوف هذا الورك نقدر احنا نحركه بكل سهولة. عندنا ايضا الاداة الثالثة وهي اداة الزوم، واختصارها من الكيبورد وهو حرف زد. وظيفتها تصغير وتكبير وتقريب. صغر، هذه هي الزوم هكذا، اللي قلنا عليه هاي تصغير والتقريب. عندنا الأداة هي الروتيشن تول، اختصارها من الكيبورد وهو حرف W. وشغلها هي تدور العنصر اللي احنا مثلا هسه هذا احنا واقفين عليه، نسوي عليه دوران. لاحظ حتى عندي شكل الماوس يتغير الى دوران. زين. عندنا الأداة أداة الكاميرا غير مفعلة عندنا، لأن احنا ما مختارين عندنا لاير كاميرا، فذلك هسه حاليا احنا ما نقدر نشتغل عليها. ايضا عندنا أداة اللي هي الشيب تول، هاي اللي نفسها موجودة عندنا بالفوتوشوب. وظيفتها هاي تسوي شيب. هاي هي الأداة تسوي شيب. مثل احنا نوقف هنا ونجرب. هذا تلاحظون سوى شيب مثل التحديد. زين. هذا الاصفر الستروك مالته، هذا الحد مثلا ننزل قيمته، لاحظوا. وهذا اللي تقدر تغير اللون، مثلا الاحمر صار عندنا احمر. وهذا اللون الداخل لون الشيب اللي عملناه، مثلا نسوي ازرق. اوكي. هذا اللون مالته انتم ما تشوفون. شيب نقدر مثلا هسه شوف راح نسوي شيب مثلا على العنصر مثل هذا اختاريناه. نسوي شوف خفاه مثل الماسك. سواله ماسك. هذا الماسك يفيدنا بالشغل اللي راح نشتغل عليه من نجي نشتغل انيميشن. بس لازم قبل ما تسوي شيب لازم مثلا تحدد على مكان فارغ ويسوي لك شيب. هذا المكان الفارغ ويسوي لك هذا يسوي لك شيب. زين. والشيب مالتنا تقدر تغيره من هنا. عفوا بالاشكال المستطيل. الاشكال هي السداسي. عفوا السداسي، والشكل ستار النجمة عندنا، والدائرة، والمستطيل ايضا المضلع. زين. هذا هو الشيب. خلي نمسح ذني. عندنا الان
اللي هي أداة التكست تول، هي أداة الكتابة. مثل احنا نوقف على مكان فارغ ونقدر نكتب بيه اي شي، وراح هسه انا اكتب اوس ال اوس الجبوري مثلا. وهنا عندنا انواع الخط، هذا انواع الخط ذني عندنا التكبير والتصغير. خلينا نحدد لما يصغر يتكبر. هاي التكبير والتصغير. زين، هذا التكست نفس اللي موجود عندنا بالفوتوشوب. هاي الأداة وأكيد الكل يعني احنا نعرفها. الآن عندنا أداة اللي هي البراش تول، هذه هي أداة الرسم. هاي الأداة على مود تقدر تشتغل عليه لازم تدوس على العنصر وتقدر ترسم بيها. هاي الأداة يعني ما راح تفيدنا بالافتر افكت بذاك الشغل. زين، عندنا أداة المساحة، تمسح الجزء من العنصر اللي واقف عليه او كل ذات تمسحه. زين، هاي بالنسبة للأدوات باختصار اللي راح نحتاجها بالدورة مالتنا.